اهلا بيكم. انا مس غادة شكري، والنهارده هنتكلم عن الفرق ما بين امتحان الماث في الديجيتال سات والاي اس تي. الحقيقه بعد التعديلات الاخيره اللي حصلت في الاي اس تي اتغير سؤال الطلبه من ميس تذاكر ازاي ومنين الى ميس ادخل امتحان اي اس تي ولا ديجيتال سات. فعشان انت كطالب تقرر تدخل انهي امتحان بالظبط لازم تعرف الفروق بينهم عشان تتخذ قرار مظبوط. تابعني في الفيديو ده للاخر، هنتكلم عن الفرق ما بين امتحان الماث في الاي اس تي والديجيتال سات بالتفصيل من كل الجوانب. ونبدا بالديجيتال سات. الديجيتال سات امتحان دولي، يعني مقبول في كل جامعات العالم، تقدر تكمل بيه دراستك الجامعيه بره مصر مفيش مشكله خالص. ثانيا امتحان ديجيتال يعني رقمي، يعني بتاخد الجهاز بتاعك بتروح التست سنتر وبيجي لك الامتحان كلينك تدخل منه تلاقي الامتحان. بيكون عباره عن 2 موديولز، كل موديول فيه 22 سؤال في 35 دقيقة. الامتحان كله 44 سؤال في 70 دقيقة وبينهم بريك بسيط. الأسئلة ممكن تكون MCQ مالتيبل تشويس اللي هي اختيار من متعدد، أو شورت أنسر اللي هو تكتب الإجابة على طول. طبعا الطالب بيدخل امتحان الديجيتال سات مع الجهاز بتاعه زي ما قلت وكالكوليتر، ولما هيفتح الامتحان على البلو بوك هيلاقي برنامج ديسموس موجود أصلا في الامتحان، هيقدر يساعده على حل مسائل كتيرة قوي. هحط لكم لينك شرح ديسموس بالتفصيل تحت الفيديو. الريسورسز اللي الطالب بيذاكر منها في الامتحان الديجيتال سات، الحقيقه ميزه الديجيتال سات انه عنده مصادر كتيره جدا للطالب عشان يحل منها ويشتغل على نفسه. اولا الكويستشن بانك فيه 1300 سؤال وبيحصل لهم ابديت كل فتره، بتنزل اسئله جديده وافكار جديده. الاسئله دي بتكون ايزي وميديوم وهارد. ثانيا بتكون الاسئله دي شامله كل الكاتيجوريز بتاعه الديجيتال سات، يعني موجود الجبرا، ادفانسد الجبرا، وورد بروبلم اند داتا اناليسيز، والجيومتري. بالاضافه ان البلو بوك فيه 11 امتحان يقدر الطالب يدخل يمتحن مع نفسه ويشوف السكور بتاعه قد ايه، مع مراعاه طبعا الوقت. والحاجه الاخيره المهمه جدا تعاون بريستون ريفيو مع جوجل جيميناي في انه ممكن يكريت للطالب امتحان خاص بيه هو فول لينث سات تيست انجلش وماث، والطالب برضو يقدر يمتحن في الوقت زي المحاولة بالظبط ويشوف السكور بتاعه ات وانس، وكمان بيطلع له ريبورت ايه نقط الضعف وايه نقط القوة. الحقيقة الريسورسز بتاعت الديجيتال سات اكتر من رائعة. امتحان الاي اس تي امتحان ورق، يعني بيجي الامتحان على شكل شيت ومعاه بابل شيت عشان الطالب يضلل الاجابة الصحيحة، ودي بتكون لبعض الطلبة مزعجة شوية وبتاخد وقت. الاي اس تي امتحان معترف بيه في الجامعات المصرية فقط لا غير، يعني اي طالب اخد اي اس تي ما يقدرش يكمل دراسته الجامعية بره مصر. الامتحان الاي اس تي بعد التعديلات بقى 50 سؤال في شيت واحد، MCQ اللي هي مالتيبل تشويس اللي هي اختيار من متعدد، مفيش شورت انسر في الاسئله. ثانيا بعد التعديلات لغى جزء المنتال ومفيش استعمال ديسموس، يعني الطالب بيدخل بكالكوليتر ساينتفك كالكوليتر او جرافد كالكوليتر فقط لا غير. عيب امتحان الاي اس تي لغايه اللحظه اللي بتكلم فيها دي ان مفيش ريسورسز كفايه، مفيش امتحانات مرجعيه الطالب يقدر يرجع لها عشان يتدرب على الامتحان. مفيش غير موديل اكزام واحد نزل في كل ماده من مواد الاي اس تي، وهذا غير كافي على الاطلاق لتدريب الطالب. فنتمنى ان المشكله دي تتحل بسرعه عشان المنافسه بينه وبين امتحان الديجيتال سات تكون قويه والطالب يقدر يستفيد من النظامين. لو الفيديو ده مفيد بالنسبه لك شيره لاصحابك واعمل سبسكرايب للقناه، وانتظر الفيديوهات القادمه هيكون فيها معلومات مهمه جدا عن الدبلومه الامريكيه. اي سؤال، اي استفسار، اي مساعده، مسجات الصفحه او الواتساب اللي هيظهر لك على الشاشه.